السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو جديد. وطبعا في 3 حاجات مهمين انت عارفهم دايما وانا بقولهم لك، اللي هم اللايك والشير واشتراك في القناه، وطبعا فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا انزله. وطبعا من غير ما اضيع وقت نخش في الفيديو بتاعنا على طول، اللي هو بنتكلم عن السمارت ووتش. فنديك لمحه بسيطه جدا عن القناه بتاعتنا، ان هي بتقدم اي حاجه عامه عن السمارت ووتش، بالنسبه للريفيو، بالنسبه للاسعار، بالنسبه مثلا لقطع الغيار، بالنسبه للسكرينه، بالنسبه للابلكيشنز بتاعتهم. كل الحاجات دي موجوده عندنا في القناه. وطبعا لو انت لسه ما اشتريتش ساعه، فيا ريت ان انت تدور على الساعه او الامكانيات اللي انت عايزها، عشان لما تشتريش حاجه وتطلع الامكانيات مش مظبوطه معاك او مش مطابقه للي انت عايزه وتكون دفعت فيها فلوس على الفاضي. ونبدا في الفيديو بتاعنا النهارده. الساعه اللي بنتكلم عنها هي ساعه كده اسمها غريب حبتين، هي AE2 Ultra 2. مكتوب تحت كده كلمه جيرمن، مش عارف بقى هي الماني ولا هم قصدهم الوان ولا ايه الكلمه. ودي طبعا مش قصتنا، هي عامه بطوله معاك على البلوتوث، بيكون اسمها واتش او الترا 2. وطبعا هنا طبعا المساحه بتاعتها او الحجم بتاعها 2.2 او 20 انش، يعني الحجم بتاعها كبير، اللي هو 49 اي سكرين 49 هتشتغل معاك. الجراب، الكفر، كل ده شغال معاك مفيش مشكله فيه. وطبعا مكتوب كلمه بيج. وعندك هنا طبعا 2 ستراب، يعني جاي معاها سترابين، واحد برتقاني وواحد ابيض، وطبعا على حسب اللون اللي انت عايزه، يعني ممكن تلاقي الوان تانية مختلفه. بصراحه هم عاملين علبه كده ممتازه حبتين، فيها شويه شغل حلوين. فطبعا نفتح كده الساعه او نفتح العلبه ونشوف امكانياتها عامله ايه. طبعا اول ما تفتح الساعه كده هتلاقي الورقه اللي قدامك دي، اللي احنا ما بنستفادش منها باي حاجه خالص، غير ان احنا عايزين الار كيو او الكي كيو اللي قدامك ده، او الكيو ار اللي قدامك ده، ان احنا نعرف اسم البرنامج بتاعها. والبرنامج بتاعها معروف وقديم جدا، هو وير فيت برو. لا اكيد مش وير فيت برو، لان الساعه دي امكانياتها قليله شويه، فهيشغل لك برنامج فيت برو. البرنامج ده قديم حبتين، وفي ناس كتيره جدا عندها مشاكل بالنسبه للبرنامج ده، مع اني عملت عنه فيديوهات كتيره جدا قديمه حبتين بس شغاله. يعني انت لو اتفرجت عليها دلوقتي اكيد تستفاد منها. تاني حاجه هتلاقيها في العلبه وهو الشاحن بتاع الشاحن. طبعا بيكون وايرلس، وكل الشواحن اللي جايه الفتره الجايه هتلاقي كلها لاسلكي، لان خلاص حكايه السنين والشاحن بيبوظ ويتقطع والكلام ده خلاص ما بقاش موجوده. يعني كل اللي هتلاقيه بعدين هو الشاحن الوايرلس ده. وطبعا لو الشاحن بتاعك باظ فانت ممكن تشتري غيره عادي. نيجي لثالث حاجه وهو الاسترابين. استراب كده مخطط شويه عامل زي الجينز كده، واللي هو الاستراب اللي هو المجعد او المخرم اللي احنا عارفينه. طبعا الاسترابات بتاعتهم بتكون تعبانه جدا، يعني انت لو اشتريت ستيك عادي جدا من اي مكان ب 60 جنيه فهيكون احسن من الاثنين اللي بيجي معاهم. فدي مش قصتنا ومش حتتنا. ونيجي للسمارت ووتش نفسها ونشوف امكانياتها عامله ازاي. نتكلم بالنسبه للسمارت ووتش من بره، فهي طبعا فيها كل حاجه بالنسبه للسمارت ووتش، الحاجات اللي هي العاليه. فطبعا بيكون فيها مسامير زي ما انت شايف كده، وبيكون اللوك بتاعها كمان شغال. وطبعا اللون بتاعها اسود وفيه لون فضي زي ما انت عايز. طبعا نفتح كده ايه ونشيل اللزقه دي كده، ونفتح نشوف الساعه دي امكانياتها ايه من جوه. اول حاجه بالنسبه للخلفيات بتاعتها، فخلفياتها مختلفه شويه عن اي سمارت ووتش تانية، لان فيها شويه خلفيات بصراحه جداد معظمهم. وطبعا زي ما انت عايز تغير الخلفيات دي، فممكن تغير من البرنامج بتاعه او البرنامج اللي هي شغاله عليه. فطبعا مثلا كده عندك الصوره بتاعتي انا كنت عاملها خلفيه، فهنعملها مع بعض تاني. الصوره اهي، الصوره عملتها خلفيه قبل كده في سمارت ووتش. انا هقول لك برضو ازاي تعمل الصوره بتاعتك، او ان انت تظبط ازاي برنامج اللي هو الفيت برو ده. بالنسبه بقى للشغل بتاعها او في الواجهه اللي قدامك دي، فهي كلهم تقريبا بيشتغلوا بنفس النظام. يعني لو سحبت من فوق كده، لو سحبنا كده زي ما انت شايف هي بتنزل لا يوجد رسائل، بس هي بتنزل بعافيه حبتين. لو سحبت من تحت هتلاقي ايه اشعارات بسيطه جدا كده، انت ممكن تكون استخدمتها في الاخر. وهتلاقي طبعا سيري قدامك اهي، وتقريبا هي مش شغاله. وفي كالكوليتور، وفي عندك طبعا التاريخ، وفي الطقس، وفي شويه كده حاجات خفيفه انت ممكن تستخدمها. لو سحبت من الجنب كده هتلاقي طبعا اللي ظهر قدامك ده اللي هو التاريخ والوقت واخر حاجه انت استخدمتها. فلو سحبنا من الجنب كده هتلاقي برضو الصحه، وعندك هنا نبض القلب، في عندك الطقس، وفي عندك الموسيقى اخر حاجه. وطبعا الموسيقى بتاعتها شغاله عادي. بس الفكره في ايه بقى، ان احنا لو جربنا الموسيقى الصوت بتاعها اصلا مش هيطلع. يعني انت مفكر ان صوتها عالي ولا حاجه، لا هي صوتها عادي جدا. يعني انا تقريبا ممكن عشان تسمعه تعمل كده، يعني الصوت بتاعها بعافيه حبتين. لو دخلنا على الاعدادات بتاعتها او التطبيقات بتاعتها من جوه، ندخل على الاعدادات كده. طبعا اللغه العربيه بتاعتها مش احسن حاجه طبعا لان الساعه عاديه. ندخل مثلا على كلمه كامل، فعندك هنا كلمه حوله، يعني كل حاجه عن السمارت ووتش دي. وعندك اللغه، وعندك ضبط الوقت والتاريخ والرجوع الى الطلب. ودي تقريبا عندك هنا دقيقه، دقيقتين، ده كلام عامه انا مش فاهم او مش عارف اقراه اصلا، لان العربي بتاعها مكسر حبتين.
فعندك اخر حاجه طبعا الطاقه المنخفضه دي بيقفل لك السمارت ووتش. نرجع لورا كده، عندك عرض الشاشه وفي شويه حاجات انت ممكن تستخدمها زي مثلا رفع الشاشه او ان انت تعمل ايدك كده الساعه تنور. في عندك وقت الاغلاق، وفي عندك تقسيم الشاشه، في عندك وضع المفتاح الجانبي اللي هو المفتاح البرتقاني ده انت عايز تعمله على ايه، ده الاختصار السريع. وفي طبعا سيري قدامك، في عندك تغطيه الشاشه، وفي عندك الجزيره الديناميكيه اللي هي لو في اشعار او اي حاجه جات لك بتطلع لك فوق هنا كده. يعني لو رجعنا لورا كده مثلا شفنا الخلفيه من بره، هتلاقي عندك في حاجه كده زي رساله او حاجه كده فوق نوتس كده ايه جايه لك سريعه. فدي موجوده في الساعات عامه الغاليه، هم حاولوا يقلدوها بس هي يعني مش نفس الحاجه او مش احسن حاجه. في عندك هنا طبعا في لعبه واحده في الساعه دي وهي اللعبه زي التعبان كده يعتبر. في عندك انت بتوجهها يمين وشمال وفوق وتحت والنتيجه صفر، ماشي جيم اوفر. فطبعا مش زي لعبه التعبان زمان اللي احنا كنا بنلعبها على التليفون النوكيا الزراير ده. فنيجي ندور على حاجه تانية مثلا عندك لو انت عايز تضيف اسامي فانت ممكن تضيف من البرنامج بتاعها ان انت ممكن تضيف اكتر من 10 اسامي. فطبعا كل اللي فيهم ان الاسامي دي لما حد يرن عليك هيبان لك الاسم مش الرقم، هيبان لك اسم الشخص اللي انت مسجله على السمارت ووتش بتاعتك. نرجع مثلا لورا كده وندور على حاجه تانية زي مثلا الموسيقى. لو انت شغلت موسيقى طبعا لازم يكون عامل اقتران بالتليفون بتاعك عشان يشغل موسيقى. يعني انت لو مش عامل اقتران مش هيشغل حاجه اصلا بالنسبه للبرنامج وبالنسبه للبلوتوث نفسه، لان ده حاجه وده حاجه. وطبعا لو انت يعني دي بص بقى معلومه مهمه جدا وفي ناس كتيره مش عارفاها، ان انت لما تيجي تعمل اقتران لسمارت ووتش جديده بالنسبه لك اعملها من البرنامج. يعني لازم تخش من البرنامج الاول مش من البلوتوث. وبالنسبه للحاجات القياسيه في الساعه دي فهي طبعا زي ما قلت لك قبل كده ما تعتمدش قوي على الحاجات القياسيه بالنسبه مثلا لنسبه الاكسجين ونسبه الماء في الجسم، نبضات القلب، الحاجات دي زي ما قلت لك هي مش اساسيه او مش هتديك امكانيات عاليه او احسن حاجه. فانت ما تشغلش بالك بالحوارات دي خالص. فعندك مثلا حاجات الرياضيه فهي بصراحه فيها شويه حاجات رياضيه كتيره جدا زي كره الطايره، كره القدم، كره سله، تدريب بالقوه، ركوب الدراجه، الجري، الحاجات دي فهي دي كل دي بتحسب معاك سعرات وبتحسب معاك جريت قد ايه. فتقريبا كده ممكن نتكلم على البطاريه بتاعتها لان بطاريتها مهمه جدا بالنسبه لك ان انت تجيب سمارت ووتش. فانت عايز بطاريتها تقعد معاك اقل حاجه يوم. فالفكره كلها ان انت مثلا حسب استخدامك. يعني انا اقدر اخلصها في يوم واقدر اخلصها في ساعتين بس والله. يعني انا مثلا اقدر اشغل عليها موسيقى كتير او يفضل مشغلها اغاني، فده هيستهلك اصلا من البطاريه. فانا لو عايز اخليها يومين ثلاثه فهستخدمها كساعه بس او يجيلي اشعارات. هي دي بس الفكره ان هي تقعد معاك وقت اطول. وبالنسبه لجوده الشاشه هنا فجوده الشاشه الحاجات اللي عليها كويسه. اما انت لو حطيت صوره مثلا الجوده بتاعتها عاليه حبتين هتلاقيها مكسله شويه عشان هي طبعا الشاشه بتاعتها على قدها شويه. واول حاجه بقولها لاي حد بيشتري سمارت ووتش لسه شاريها لازم تحط سكرينه على الساعه بتاعتك عشان ما تتكسرش، لان اغلى حاجه اصلا في الساعه بتاعتك هي الشاشه او التاتش نفسه. ده لو اتكسر تقريبا كده ممكن ترمي الساعه نفسها عشان انت هتروح تشتريها هتلاقيها ب 500 جنيه او ب 600 جنيه. فاول حاجه لازم تعملها لو اشتريت ساعه ان انت تحط لها سكرينه. وبالنسبه لسعر الساعه دي هو بيكون معاك 550 جنيه على حسب المكان اللي تشتري منه او حسب الموقع اللي هتشتري منه. وطبعا لو عايز تشتري من عندي فعندك لينك الواتساب، الانستجرام، فيسبوك، ممكن تبعت لي على اي حاجه منه وانا اكون معاك. وطبعا لو عندك اي مشكله بالنسبه للسمارت ووتش دي او اي سمارت ووتش ده او البرامج عامه فانت اكتبها لي في التعليقات هنا. وطبعا استنى فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، لان ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون على البرنامج فيت برو، لان في ناس كتيره جدا مش عارفه تشتغل معاه. فانا هحاول ان شاء الله كده هجيب لك كل الخبايا بتاعتها وكل حاجه بالنسبه للبرنامج ده. فاستنوني الفيديوهات جايه كتير ان شاء الله. وزي ما بقول دايما فكروها صح.